ازيكم يا شباب؟ النهارده هنتكلم عن تأشيرة بلغاريا اللي تعتبر ليها نصيب الأسد وفرصة كبيرة لمنطقة الشنجن، خصوصا بعد التعديلات الأخيرة وإجراء اقتراح دخولها لمنطقة الشنجن هي ورومانيا، وهي دولة من دول الاتحاد الأوروبي وتقدر تقدم فيها لجوء وتعدل وضعك العمل وتكمل برضه فيها دراستك، وتعتبر من أسهل الدول في الاتحاد الأوروبي للإقامة والعمل فيها، ومتاحة طبعا لمعظم الدول العربية، بس بتختلف في مكان التقديم لبعض الدول. بس هي نفس الإجراءات يا جماعة، يعني مدة التأشيرة والأوراق والرد وتمن التأشيرة بيكون موحد على الكل. تعالوا بقى نعرف كل تفصيل عن التأشيرة ديت وإزاي نجهز الورق بتاعها وإيه هو المطلوب منك بالظبط. مساء الخير يا شباب وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة هنتعرف على الأوراق المطلوبة لتأشيرة بلغاريا وإزاي نجهز الملف بتاعها وهنقدم فين، عشان لو انت اللي هتجهز الورق وتقدم بنفسك. الأول لازم نعرف إن تأشيرة بلغاريا يا جماعة السياحية هي تأشيرة بتسمح لك بالبقاء في البلد لمدة 90 يوم من لحظة طبعا دخولك البلد، ليك حق تقعد فيها لمدة 90 يوم. تمن التأشيرة بيكون موحد يا جماعة، يعني في حدود 60 يورو، والرد بيجي لك بالظبط بعد 10 أيام، ولو اتأخرت بيكون بعد 15 يوم بالظبط. ناس كتير بتتلخبط بين إن الدولة ضمن الاتحاد الأوروبي ولا شنجن. بلغاريا يا جماعة من الدول اللي طبعا هتكون قريبا من دول الشنجن، بس هي حاليا دولة من دول الاتحاد الأوروبي من 2007. هنبقى نتكلم طبعا فرق بين دول الاتحاد ودول الشنجن في فيديو لوحده بالتفصيل، بس نعرف الأول أوراق التأشيرة بتاع بلغاريا عشان اللي عايز يقدم طبعا بنفسه عليها ويوفر فلوسه. تأشيرة بلغاريا يا جماعة أوراقها مش كتير، يعني ما تقلقش من تجهيز الأوراق. أولا كده يا جماعة لازم نعرف إن 5 دول عربية هي اللي مسموح لها إنها تقدم في مكاتب التأشيرات أو معالجة التأشيرات اللي إحنا عارفينها يا جماعة VFS جلوبال، وهي البحرين والإمارات والسعودية وعمان وقطر. أما بقية الدول العربية زي مصر والمغرب وتونس والجزائر وبلاد الشام وغيرها من البلدان العربية يا جماعة، فبتقدم عادي في السفارة البلغارية اللي في قلب بلدك. تعالوا بقى نتعرف على الأوراق المطلوبة منك بالظبط عشان لو انت هتقدم طبعا على التأشيرة دي. أولا كده يا جماعة انت بتملى الطلب الخاص بتأشيرة دولة بلغاريا وبتوقعه بنفسك. من الأوراق برضو اللي هتطلب منك بعد ما تملى الطلب هو جواز سفر ساري، والأفضل لو جواز السفر ده يا جماعة يكون فيه على الأقل 6 شهور. تاني حاجة صور شخصية حديثة، يعني ما يكونش عدى عليها برضو 6 شهور. التأمين الصحي المعروف ب30,000 يورو، تقدر تعمله في أي شركة تأمين في البلد اللي انت مقيم فيها. حساب بنكي لآخر 3 شهور، بس الأفضل لو انت برضه عملته لآخر 6 شهور. حجز فندق طبعا بالمدة اللي انت ناوي تقضيها هناك في قلب بلغاريا، يعني انت رايح مثلا أسبوع رايح 10 أيام، تعمل حجز بالمدة ديت وما تزودش فيها مدة الأجازة عن 15 يوم، دي نصيحة. لو حبيت بقى تطول عشان حسابك البنكي، عشان يغطي برضه مصاريف إقامتك هناك وتضمن تاخد التأشيرة لما القنصل يبص في الأوراق بتاعتك هل حسابك البنكي هيغطي مصاريف إقامتك هناك والتذكرة والحجز الفندق ولا لأ. بعد كده بتعمل تذاكر الطيران اللي هي ذهاب وعودة، وتكون مدة العودة يا جماعة مش بعد 90 يوم، بعد آخر يوم انت راح تقضي هناك. يعني انت رايح 7 أيام يبقى العودة 7 أيام، لو انت رايح مثلا 10 أيام يبقى العودة بعد 10 أيام. ديت بالنسبة لتذاكر الطيران، برضه عشان القنصل بيبص للنقط ديت كتير. بعد كده يا جماعة انت بتعمل خطة سفر. خطة سفر دي معناها ايه هي الأماكن اللي انت ناوي هتزورها هناك في قلب البلد، والأفضل طبعا لو الأماكن دي يا جماعة تكون قريبة من المكان اللي انت هتقيم فيه مثلا الفندق، خصوصا لو انت رايح لمكان سياحي أو مكان تاريخي أو مطعم يكون برضه في نفس المدينة وقريب من محل إقامتك. بعد كده لو انت موظف فانت أكيد هتعمل خطاب HR ويكون فيه مظبوط فيه يا جماعة اسم الشركة وإيميل الشركة ورقم تليفون الشركة. طب لو انت صاحب عمل مثلا فانت هتعمل اللي هو السجل التجاري والبطاقة الضريبية المعروفة اللي هي الرخصة يا جماعة التجارية، ودي طبعا الأوراق اللي هتطلب منك. انت بقى لو عايز تضيف أوراق عشان تعلي نسبة قبولك في التأشيرة ديت، بص يا سيدي انت لو سافرت قبل كده، يعني عندك شوية سفريات قديمة قبل كده وتأشيرات قديمة، حط نسخة من التأشيرات ديت في الملف بتاعك. أوراق تثبت لهم حسن نيتك، مثلا ان انت مش رايح تكسر الفيزا ولا انت رايح تقدم لجوء ولا رايح تدور على شغل، فانت تقدر تقدم قسيمة الجواز، ولو عندك اطفال برضه ان انت تقدر تقدم شهادة ميلاد اطفالك. عندك اي املاك بقى، حتة ارض، الشقة، اي نسخة من عقد، تقدر طبعا لاي حتة ارض تقدر تقدمها برضه في الملف بتاعك.
دي معظم الأوراق يا جماعة اللي هتطلب منك. طيب زي ما قلنا بنجهز الأوراق ديت، تعالوا بقى نعرف خطوات التقديم ازاي يا جماعة بالظبط. انت بتترجم طبعا الأوراق اللي احنا اتكلمنا عنها للغة الإنجليزية بعد ما تحجز ميعاد في قلب السفارة وتروح تقدم وتدفع تمن التأشيرة اللي هو 60 يورو. بتستنى الرد ده بيجيلك يا جماعة بعد 10 أيام بالظبط. يعني بتستنى كمان 5 أيام مثلا لو قلنا الرد اتأخر، يعني ممكن يجيلك بعد 15 يوم بالظبط. التأشيرة ديت بقى يا جماعة بتسمح لك إن أنت تقعد في قلب البلد زي ما إحنا عارفين مدة 90 يوم من لحظة دخولك البلد، ودي تعتبر فترتك القانونية اللي هتديك حق إن أنت تعدل وضعك هناك، سواء تقدم لجوء، سواء إن أنت تدور على شغل، سواء إن أنت تعمل دراسة. وطبعا دي كل حاجة خاصة طبعا بتأشيرة يا جماعة بلغاريا في 2023 وإجراءاتها الخاصة. بالتوفيق للجميع بإذن الله. ولو في أي استفسار يا ريت الناس طبعا تسيبوا لنا في قلب التعليقات، وأنا في أقرب فرصة هرد عليكم. وشكرا ليكم وبس كده.